فعاليات المحافظة وفعاليات شم النسيم والإسهامات اللي كانت في النادي الاجتماعي وتفضل. اولا بقول لشعب محافظه البحر الاحمر او مواطنين محافظه البحر الاحمر وشعب جمهوريه مصر العربيه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه يوم شم النسيم. طبعا احنا بناء على تعليمات السيد الوزير المحافظ عمل استعداد تام لهذا اليوم على مستوى المحافظه. نزلت الحملات التموينيه من الاسبوع اللي فات على محلات التسويق. ساعدت الشواطئ العامه على في مستوى مدن المحافظه برضه لاستقبال هذا اليوم. وجود بتكثيف الوجود الامني ووجود الخدمات اللي تطلبها الوجود على الشاطئ. انا بالنسبه للنادي الاجتماعي طبعا النادي الاجتماعي ده بيعتبر اليوم لمحافظات جنوب الصعيد. وعلى فكره انا عندي كمان هنا النهارده من محافظه اسكندريه ناس. احنا العدد عندي بيبقى متوسط اليوم ده من 12 ل 15 ألف مواطن في النادي. يمكن احنا النهارده الوقت الساعه كانت داخله على واحده غير الاشتراكات. وصلنا يمكن عددنا يمكن الوقت دخلنا حوالي يمكن الكاميرا بتقول يمكن اكثر من دخلنا في 10,000. استعداد تام. عندي مرافق الاسعاف موجود، الامن موجود، الانقاذ موجود، جمعيه الانقاذ البحري معايا غير المنقذين بتوع النادي. الخدمات الامنيه متوفره، الخدمات المرفقيه، الميه، كله متواجد ان شاء الله. وان شاء الله يعدي اليوم على خير ونقول للشعب كل سنه وانتم طيبين. في جديد للمحافظه في الايام المقبله ان شاء الله كده؟ في جديد من حركه السياحه بتشهد ايه حركه السياحه؟ والله الحمد لله يعني تعتبر حركه السياحه ان شاء الله في ازدياد. احنا يمكن نوصل الاشغال عندنا داخل على 75%. طبعا دي نسبه كويسه في الظروف الحاليه، لان برضه هنقول ان احنا محافظه متميزه في الامن والامان. كل الخدمات متواجده. القرى عملت استعداد تام بخصوص هذا اليوم والموسم بتاعنا ده. فان شاء الله الحمد